أنتِ كل يوم تخربين نوم ولدِك بدون حتى ما تدرين، كل ليلة تهزينه حتى ينام، ولكن هذا الشيء ينفع لدقايق بس، وبعدين ابنك يصحى يصرخ وتبدأين من جديد. لكن هنا الشيء اللي ما أحد يقوله لك، الهز أبد مو الحل، وإنما هو المشكلة. أعرف إنك منهكة، يمكن جربتي كل شيء، بس ما في أي شيء قاعد يضبط معاك. وإنتي مو فاشلة، اللي تسوينه هو اللي كل أم في الوطن العربي قاعدة تسويه. لكن أحياناً الشيء اللي نسويه حتى ينامون هو بالضبط اللي يمنعهم إنهم ينامون، والهز واحد من أكبر هذه الأسباب. لأنه لما أنتي دائماً تهزين ولدك حتى ينام، دماغه راح يتعلم إنه أبداً ما ينام إلا وفيه هز قاعد يحدث. عشان كذا ولدك يصحى 5 دقايق بعد ما توقفين الهز وتبعدين عنه. هذا الشيء اسمه تكييف ارتباط النوم، وله تأثير قوي جداً. وللمعلومة، هذا الشيء يحدث حتى للكبار اللي عقولهم تبرمجت من الصغر على النوم عن طريق الهز. تعرفين هالإحساس لما تنامين في سيارة متحركة ولحظة ما توقف تصحين مباشرة؟ هذا دماغك لاحظ غياب الحركة فأيقظك مباشرة، وهذا بالضبط اللي يصير لولدك كل مرة توقفين الهز. الأبحاث بيّنت إن في كل مرة أنت تهزين ولدك حتى ينام، دماغه يكون اتصال عصبي. الحركة راح تعني النوم والأمان، فلما توقفينه ولدك مباشرة يصحى، مو لأن في شيء غلط، مو لأنه جوعان، لكن لأن دماغه يقول انتظري، وين الحركة اللي تعني النوم؟ واللي يزيد الأمر سوء هو أن الدراسات عن أنماط نوم الأطفال تكشف شيء جداً مهم، وهي أنه الأطفال اللي عندهم ارتباطات نوم قوية مبنية على الحركة ممكن يصحون أكثر بكثير، غالباً في نهاية كل دورة نوم، لأنهم يحتاجونك تهزينهم حتى يرجعون ينامون. لذلك ولدك قاعد يصحى عدة مرات في الليل بدون أي سبب، الشيء اللي يسبب لك إرهاق حاد كأم، ويمكن لحد الآن ما لقيتي حل لهذه المشكلة. الخبر الزين، الأبحاث التطورية تبين إن هالنمط ممكن يتعدل، والأبحاث عن التطور العصبي للأطفال تقترح إنه تخلي أطفالك ينامون بدون أي محفزات خارجية، لأنه هذا الشيء رح يكسر تدريجياً ارتباطات النوم اللي تبرمجت في عقولهم على طول الأشهر والسنوات، ويخليهم ينامون مدة أطول وبعمق أكثر. وهكذا نبني التهدئة الذاتية اللي هي واحدة من أقوى مهارات النوم اللي الطفل ممكن يطورها. وهذا مو عن إنك تخليه ينام في غرفة الحالة، أو إنك تخلينه يبكي وما تروحين له. الطريقة هي إنه تخلقين ظروف جهاز العصبي يكتشف فيها إنه هو في أمان ويقدر ينام بدون أي محفزات خارجية. بتقولي لي طيب كيف نسوي هذا الشيء؟ وش أسوي بدل الهز؟ هذا تحديداً وش رح أوريكي في هذا الفيديو في 5 خطوات بسيطة، بس لازم تكمل الفيديو للأخير حتى تفهمي كل تفاصيل الخطوات وكيف تسوينها بشكل صحيح، وإلا هذه الطريقة ما راح تشتغل معاكي. الخطوة الأولى، ابدأي بالسكون، احضني ولدك ولكن توقفي عن الحركة. دفئك وريحتك هم الراحة مو الحركة. إذا انزعج ابقي هادية وابقي ساكنة. انت تعلمي جهازه العصبي إن الأمان ما يحتاج حركة، إن انت هي الأمان مو الهز وهذه التحفيزات الخارجية. الخطوة الثانية، استخدمي إشارات ثابتة، خففي الأضواء، استخدمي نفس الجمل الناعمة أو الصوت كل ليلة. ممكن يكون صوت لطيف أو همس تقولي لهم فيه أنه وقت النوم الحين، ودايماً خلي ولدك ينام في نفس المكان. انتي كذا تدريجياً تعيدين برمجة مخهم على إشارات ومحفزات نوم غير الحركة والهز اللي من انولد وانتي تسويها له. هالإشارات راح تصير ارتباطات ومحفزات النوم الجديدة. الخطوة الثالثة، قللي الحركة بشكل استراتيجي. إذا كنتي تهزين لشهور، عندك خيارين: التغيير التدريجي وين أنتي تقصرين وقت الهز شوي كل ليلة، 5 دقايق بدل 15، وبعدين 3، وبعدين 1، وبعدين بس احضنيه ساكنة.
أو التغيير الأسرع اللي توقفين فيه الهز مرة واحدة وتسوين الخطوة الأولى الليلة، واللي تحضنينه فيها ولكن أوقفي الحركة تماماً. الطريقتين تنفع. جربي توقفين الهز مرة واحدة، بس إذا ولدك أبداً ما بغى ينام أو صار يبكي بكاء هستيري، نقصي الهز تدريجياً إلين توقفينه بعد مدة أسبوعين إلى شهر. الخطوة الرابعة، حطيه ناعس مو نايم. هذه هي الخطوة الأهم. حطيه لما تكون عيونه ثقيلة، مو نايم تماماً بس ناعس. هاللحظة، هالانتقال من النعاس للنوم، هنا دماغه يتعلم إنه يقدر يكمل النوم لحاله. نصائح استشاريين النوم تقول إنه الأطفال اللي يمارسون هالانتقال النهائي باستمرار يقدرون يتقنون النوم المستقل في 3 إلى 7 أيام بس. الشيء اللي الأطفال اللي دايماً ينحطون وهم نايمين تماماً ما يحصلون فرصة يتعلمونه أبداً. أسبوع واحد فقط راح يغير حياتكم الاثنين ويحسن نومكم للأبد. هذه أهم خطوة، وإنتي يمكن تتجاهلينها لأنك تحسينها غلط، لأننا إحنا كأمهات نبي نتأكد إنه أولادنا نايمين تماماً قبل ما نحطهم. لكن هالخطوة هي أهم خطوة يحتاجون يمارسونها. هنا عادة النوم الذاتي تتطور، وهذه هي الخطوة اللي تغير كل شيء، فسويها حتى لو حسيتيها غلط. الخطوة الخامسة، هدي بدون ما تشيلينه. إذا بكى، جربي اللمس اللطيف أو صوتك قبل ما تشيلينه. حطي يدك على صدره، اهمسي بنعومة، خليه يحس بوجودك. انتي تبينين لدماغه إنه انتي هنا وهو في أمان. ممكن تحتاجين تشيلينه أحياناً إذا ما وقف البكاء، ولكن أعطيه فرصة قبل إنه يهدأ بتدخل أقل منك، لأن كل مرة يسويها دماغه يصير أكثر ثقة شوي، أكثر قدرة شوي، حتى يصير النوم بدون تدخلك شيء عادي بالنسبة له. الحين ممكن تفكرين أنه الهز هو كيف ولدك يحس بالحب، لكن الشيء اللي لازم تفهمينه هو أنه الراحة والنوم احتياجات مختلفة. الهز الحركي خلال اليوم، خلال اللحظات الصعبة، لما يكون مريض ولما يحتاجك، هذا شيء عادي تقدرين تسوينه، لأنه هذا ارتباط بينك وبين ابنك. لكن الهز كطريقة وحيدة يقدر ينام فيها، هنا هذه العادة تبدأ تشتغل ضدك، لأن ارتباط النوم اللي يعتمد عليك يصير ارتباط نوم يتعب ابنك ويتعبك أنت الثانية. اللي نسويه هنا مو إننا نوقف شيء يربطك مع ابنك، وإنما نعلم شيء جديد لدماغ ولدك، إنه يقدر يحس بالأمان في السكون، إن وجودك ما يحتاج حركة مستمرة. الهدف مو إنك توقفين الحب لولدك، الهدف هو إنك تساعدينه يطور القدرة على الاستقرار بدون تدخلك المستمر. وهالقدرة على النوم الذاتي راح تخدمه كل ليلة لسنوات جاية. كثير من الأمهات يوصفون أول كم ليلة إنها صعبة، وهذا طبيعي جداً، لكن الأبحاث تبين أن أغلب الأطفال يتكيفون مع ارتباطات نوم جديدة خلال 3 إلى 7 أيام لما الطريقة تكون مستمرة وصحيحة. فقط 3 إلى 7 أيام، وبعدين كل شيء راح يصير سهل للجميع. طيب، الآن خليني أسألك شيء. أنتِ في هذا الفيديو عرفتي أفضل طريقة تنومين بيها ابنك، بس وش رح تسوين بكرة لما ولدك يرفض الأكل، أو لما ينفجر بالصراخ في السوبر ماركت، أو لما يضرب أخوه وما يوقف بكى؟ هل رح تدورين فيديو ثاني؟ رح تقرين مقال سريع وتحاولين تتذكرين الخطوات؟ رح تسألين صديقاتك اللي يعطونك نصائح متضاربة وما منها أي فايدة؟ عشان كذا كتبت لك دليل كامل في التربية بعد عدة سنين من تربية أولادي ومساعدة مئات العوائل في تربية أبنائهم. هذا الدليل هو شيء واحد ترجعين له في كل موقف صعب، مكتوب، منظم، وواضح. لأنه الحقيقة هي أن المشاكل ما هي فقط مشاكل نوم. التربية سلسلة من التحديات، واحد ورا الثاني وما تخلص أبداً. فلما يكون عندك مرجع كامل في مكان واحد فيه خبرة سنوات من التربية ومئات الاستشارات الأسرية، كل شيء يصير أسهل بالنسبة لك. الرابط في الوصف، شوفيه، اقرأي عنه، ولو حسيتي إنه يناسبك انضمي لمئات الأمهات اللي حياتهم تغيرت بسبب هذا الدليل. وسواء أخذت الدليل أو لا،
أنا فخورة فيكي إنك هنا تتعلمين وتحاولين تصلحين من نفسك وتكوني أفضل. الآن لا تنسين اللايك والاشتراك. أسأل الله يعينك على تربية أطفالك ويجعلهم قرة عين لك. بنشوفك في الفيديو الجاي إن شاء الله.